إذا بدك تحدد موعد باللغة الألمانية أو بدك تأجل موعد أو بدك تقرب موعد أو بدك تلغي موعد، هل يا ترى كل هالمصطلحات بتعرفها؟ في بالفيديو مصطلحات جديدة، تابع للأخير. هلا الأفعال المستخدمة بمعنى يحدد موعد هن 5: vereinbaren، ausmachen، vergeben، buchen وreservieren. كلهم بيجوا بمعنى يحدد أو يحجز موعد. طيب إذا بدي أقول يؤجل موعد فعندي فعلين: verschieben وفرتاجن. verschieben بستخدمها دائما اذا بدي اجل الموعد، فرضا موعدي بعد ساعه بدي اجله لبعد ساعتين، او موعدي بكره بدي اجله لبعد 4 ايام فبستخدم verschieben. اما فرتاجن فما فيني استخدمه اذا بدي اجل الموعد، مثلا موعدي هلا بدي اجله لبعد ساعتين، ما بستخدم فرتاجن، لانه فرتاجن هو تاجيل الموعد على الاقل لبعد 24 ساعه، يعني على يوم اخر مختلف. طيب اذا بدي اقول انا بدي اقرب الموعد، الموعد مثلا بعد 3 اسابيع بدي اسويه بعد اسبوع، فبستخدم الفعل vorziehen او vorverlegen. بقول لك ich möchte den Termin vorverlegen. اذا بدي حدد اليوم فبستخدم preposition auf. بقول لك ich möchte den Termin auf heute vorverlegen او vorziehen. طيب اذا بدي اقول انا بدي الغي الموعد فعندي فعلين: absagen وstornieren. يعني بقول لك ich möchte den Termin stornieren او ich möchte den Termin absagen بمعنى اريد ان الغي الموعد. طيب اذا بدي اقول لك الك bist du vergeben، تعرف شو معناها؟ اكتب لي اياها بالتعليقات.